مسلسل مصري جديد هيتوفر معانا خلال الكام يوم الجايين، والمسلسل ده غالبا هياكل الترند. المسلسل ده هو مسلسل عمر افندي، اللي اعتقد ان شفتوا الاعلان بتاعه، وكنت انا عملت فيديو قبل كده عليه واللي اتكلمت على الاخبار اللي كانت بتدور حوالين المسلسل، بس وقتها ما كانش فيه ممكن اقول قصه مؤكده او تاريخ معين للعرض، بس ده كله اتحدد معانا خلاص، وهيكون بميعاد يوم 18/8. واللي اعتقد بقى ان شاهد بتعمل الحركه دي وهتنزل حلقه او حلقتين قبلها بيوم عندها على المنصه بتاعتها، فتركبوا خلاص ان المسلسل قرب خالص. بس زي ما بقول لكم كده، واللي واضح من الاعلان بتاعه ان المسلسل فعلا هياكل الترند، وانا اتفاجئت بشكل شخصي ان المسلسل الكوميديا اللي فيه ممكن اقول جامده جدا وحلوه جدا، غير طبعا شق السفر بالزمن ده اللي هيجذب اساسا الناس ان هي تتفرج عليه. احمد حاتم اللي المفروض هيبقى واحد موجود في عصرنا الحالي، واللي هيلاقي طريقه انه يرجع بيها للماضي بعد موت ابوه كده، بيلاقي سرداب غريب، السرداب ده اللي بيطلعه في فتره الاربعينات، ومن هناك بقى يبتدي يتعرف على العالم ده، واللي نشوف البنسيون اللي بيطلع فيه بيكون البنسيون اللي موجوده فيه رانيا يوسف، ومن هنا بقى بيتعرف على العالم ده، بيتعرف على آية سماحه اللي بتبقى شغاله رقاصه في